أمراض المشاهير، يا ترى بتعرفوا عن هالشي؟ نحن كل فترة وفترة منسمع على إنه أحد المشاهير صار معه مشكلة طبية أو حالة طبية، وحقيقة بتصير ترند وبتصير الناس تبحبش عن هالمرض وتكتشف له مسميات كتير، وبالأساس هو بيكون بالفعل مرض موجود بس قليل نسبة الإصابة فيه. لأعطيكم كم مثال لهالأمراض اللي بتصيب الناس بشكل عام ومو بس المشاهير، بس ممكن لأنه الشخص اللي انصاب بهي الأمراض شخصية معروفة ومشهورة وعالمية، لهيك بفكر البعض إنه هذا المرض هو مرض نادر. رح نبدأ اليوم مع مرض للفنان والممثل العالمي والنجم بروس ويلس، اللي هو عبارة عن نوع من الخرف اسمه الخرف الجبهي الصدغي. هالنوع من المرض بيأثر على طريقة تواصل وسلوك المريض مع الآخرين بدلاً من الذاكرة، يعني ما بيأثر على الذاكرة، بيأثر على سلوك الإنسان. طبعاً الأعراض الأولى اللي ظهرت على بروس ويلس كانت فقدان القدرة على الكلام وصعوبة فهم الآخرين أو التحدث معهم أو حتى مشاركتهم والتفاعل معهم. بالوقت الحالي ما في علاج لهذا المرض، لأنه أدوية ألزهايمر أو الخرف للأسف ما بتساعد المصابين على الشفاء التام، بس بتقلل من الأعراض وبتحاول تبطئ أعراض هالأمراض اللي ممكن تكتر بمراحل تطور المرض وبتأثر على المريض نفسه وحتى بتأثر على محيطه وعلى أسرته واللي عم يهتموا فيه. المرض الثاني اللي بدي أحكي عنه هو مرض سيلين ديون، متلازمة الشخص المتيبس. حقيقة هذا المرض فعلا يعتبر نادر، وهو عبارة عن اضطراب عصبي بالمناعة الذاتية، يعني ممكن يأثر على كل جسم الإنسان. بيرتبط هالمرض أو هالمتلازمة بتشنجات عضلية مؤلمة بتظهر ضمن نوبات وهجمات على فترات متباينة. بتبدأ هي النوبات من الساقين والظهر، بعدين ممكن إنها تتوسع وتصير بالعضلات الداخلية لجسم الإنسان، وممكن تؤدي لضيق التنفس ولصعوبة بالمشي وأيضاً مشكلات بالكلام والرؤية. متلازمة الشخص المتيبس ممكن إنها تصيب الناس بين عمر 40 و50، يعني بشكل نادر إنها تصيب الأطفال أو الفئات العمرية الصغيرة، أو حتى بشكل نادر ممكن تصيب كبار السن اللي تجاوزوا 60 سنة. نسبة الإصابة بمتلازمة الشخص المتيبس قليلة كتير، يعني تقريباً شخص أو شخصين من أصل 1,000,000 شخص بالعالم بينصابوا بهي المتلازمة. المرض الثالث اللي بدي أحكي عنه هو مرض عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية جيجي حديد. مرضها اسمه هاشيموتو، بتحسوه مرض ياباني شوي، نوع من الاضطرابات المناعية الذاتية، وبيأثر بشكل كتير كبير على الغدة الدرقية، بخلي المصابين فيه متعبين، نحيفين، مكتئبين، ودايماً هزيلين. طبعاً مرض هاشيموتو هو عبارة عن التهاب مزمن بالغدة الدرقية وشائع كتير عند السيدات والنساء. من أعراضه التعب، فقدان الوزن، انتفاخ الوجه، الإحساس الدائم بالبرد وآلام المفاصل والعضلات، وعدم انتظام الدورة الشهرية، إضافة لجفاف البشرة والشعر وهشاشة الأظافر. على فكرة مو بس جيجي حديد منصابة بهذا المرض، في كتير أسماء ونجوم عالميين ونجمات عالميات، منهم زوي سالدانيا وكيم كاترال. أمراض الغدة الدرقية أمراض كتير مختلفة وبتصيب النساء على وجه الخصوص، وفي إلها اختبارات محددة. لهيك نصيحتي لكل السيدات والفتيات إنه تعملوا تحاليل الغدة الدرقية، لأنه إذا حسيتوا بتعب وعصبية زائدة، أو إذا حسيتوا ممكن بالخمول، وإذا بلش مثلا فجأة شعركم يهر، أظافيركم تحسوها عم بتتكسر وعم تتغير طبيعة جلدكم، بتصير جافة، لهيك ممكن يكون هذا الشيء له علاقة بالغدة الدرقية، سواء خمول أو فرط نشاط الغدة الدرقية. لهيك لازم تعملوا التحاليل اللازمة لتتأكدوا من هالموضوع.